حكايتنا النهاردة عن البطلة نهلة رمضان. تعالوا معايا نشوف الحكاية ايه. نهلة رمضان من مواليد اسكندرية، شاركت في أول بطولة عالم للناشئين وعمرها 12 سنة، حققت المركز السادس، وكمان حصدت لمصر 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للكبار و3 ذهبيات في دورة الألعاب الأفريقية. فقدت البطلة المصرية السابقة في رفع الأثقال نهلة رمضان القدرة على الحركة، وتخضع لفحوصات طبية مكثفة بأحد مستشفيات الإسكندرية، وده اللي أكدته صديقتها لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال عصمت منصور، وقالت إن نهلة رمضان اللي حققت لمصر العديد من البطولات دخلت في دوامة المرض من 6 سنين، وده خلى نهلة تعتزل لعب رفع الأثقال. وكان التشخيص المبدئي إنها تعاني من حمى البحر المتوسط، وهو ما يسبب لها النزيف الدموي والذئبة الحمراء اللي سببت لتيبس المفاصل وفقدانها القدرة على الحركة وضمور العضلات. وقالت زميلتها إن نهلة رمضان تخضع حاليا لفحوصات وتحاليل لتحديد الحالة الطبية وطبيعة العلاج المناسب ليها، لكنها تمر بحالة نفسية سيئة بسبب عدم قدرتها على الحركة، وبتطلب من الناس اللي أسعدتهم الدعاء لها وكل الدعم والحب للبطلة نهلة رمضان. ما تنسوناش في اللايك والكومنت، لو عجبكم الفيديو فعلوا زر الجرس.